يلا نعمل شوية كشري اسكندراني هتاكلوا صوابعكم وراها. أول حاجة هنجيب شوية من الزيت ونحط عليهم معلقة من الثوم المهروس، هنقلبهم لمجرد بس كده ريحتهم تطلع. هنضيف عليهم مقدار عصير 4 طماطمات، هنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من السكر علشان حموضة الطماطم، ونسيبهم كده 5 دقايق يتسبكوا مع بعض. بعد كده هنضيف مقدار الرز، نص كيلو عدس بياخد نص كيلو من الرز. هنقلب كده الرز مع تسبيكة الطماطم اللي احنا عملناها، وبعد كده هنضيف المية السخنة. كل كوباية رز عليها كوباية ونص من المية، مش هنزود اي مية تاني علشان العدس. هنقلبهم كويس وهنضيف عليهم معلقة كبيرة كده من الكمون ومعلقة كبيرة برضو من الملح، ونقلبهم وهننتظر كده لحد ما يغلي. لازم الرز يغلي معانا يا جماعة. بعد كده هنكون غسلين العدس ومصفينه كويس من المية. هنضيفه بقى آخر حاجة علشان يطلع مفلفل معاكي وما يكونش معجن. بنغطيه، وبعد ما يتشرب المية بنقلبه وبنهدي النار خالص زي الرز، او بنضيف شياطة لو بتستخدموها. وبس كده. هعمل بقى الصوص اللي احنا هناكله جنب كشري الاصفر او الاسكندراني. هجيب مقدار 7 طماطمات وبصلة صغيرة، وعليهم 3 قرون من الفلفل الاخضر، وشوية من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ممسوحة، وربع كوباية من الخل. هنفرمهم بقى كويس جدا بالخلاط. ده صوص الدقوس اللي بيتاكل مع الكبسة، بس جربوه طعمه تحفة مع الكشري الاسكندراني. هنا خلاص كان الكشري بتاعنا استوى، ما بياخدش ربع ساعة بداية من عمايله لحد ما بيستوي. جربي طريقتي التركاية بتاعت ان احنا ما نحطش العدس الا بعد ما الرز يغلي. لو كنت عملتيه قبل كده عجن معاكي، استحالة هيعجن معاكي بعد كده. جربوها بسلطة الدقوس هتعجبكم جدا. حركة التسبيكة اللي قبل ما نضيف العدس والرز دي بتاعتي، جربوها مش هتندموا وهتعجبكم، وبألف هنا عليكم مقدما.